أوسم من الباتشينو، وملامحه بتشبه براد بيت، مش بيسيب فرد من فروض ربنا، ورغم كده هو مز وبيعشق صنف الستات. اتجوز وانفصل لسبب غريب، وملوش حظ ويا الجنس الناعم، والأيام دي قلب مصر بسبب مسلسل عمر أفندي. بنكلمكم عن أحمد حاتم الهرم الرابع، فتعالوا معايا نعرفكم قصة حياته. النجم أحمد حاتم مولود في القاهرة حي الدقي سنة 1987، ووالده هو نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. الحقيقة إن نجمنا المميز دارس للإعلام وكمان متخصص في مجال البث. بداية أحمد حاتم مع التمثيل كانت سنة 2006، وده كان من خلال فيلم أوقات فراغ، ونجح في الدور اللي قدمه جدا، وساعده كمان على كده جمال ملامحه وسمته الشديدة، وبسبب المؤهلات دي زادت أدواره بعدها. فاشتغل في فيلم المركب سنة 2011، وبعد كده الفيلم الرومانسي قصة حب اللي كان مع هنا الزاهد، ولعب كمان معاها في الفيلم دور مميز جدا في فيلم الغسالة. لكن البطولة الأولى المطلقة في حياة أحمد حاتم كانت من خلال فيلم الهرم الرابع. ساعتها عمل دور هاكر وكسر بيه الدنيا، وكمان لفت الأنظار بشدة. وبعدها اشتغل مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم الكنز مع كبار النجوم. وبخصوص بقى أدواره الدرامية المميزة، فأحمد حاتم عمل أكتر من دور مشهور، خصوصا في مسلسلات فيرتيجو وابن حلال مع محمد رمضان، وكمان قدم دور رائع لما لعب دور يهودي في مسلسل حارة اليهود. وكان كمان آخر أدواره اللي نجح بيه نجاح منقطع النظير مسلسل عمر أفندي، اللي يعتبر لحد دلوقتي متصدر الترند في مصر والعالم العربي. حياة أحمد حاتم الشخصية تعتبر غامضة بشكل كبير، لأنه حريص دايما على هدوء، وهو بقى إنسان طيب جدا بيسعى دايما في الخير، ومعروف إنه بيشارك في دعم اللاجئين في مصر وبيساعدهم، وكان عامل كمان مبادرة في رمضان 2020 وده لتوزيع وجبات فطار على الصائمين من المحتاجين في شوارع القاهرة. تعتبر أهم هوايات أحمد حاتم السباحة، وهو كمان عضو فريق للسباحين بيتكون من 100 شخص. كان دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وده بعد ما عمل رقم قياسي في سباق 50 متر في السباحة الحرة. ورغم كل المميزات دي والشهرة والوسامة وكمان الالتزام الديني، لكن حظه وحش قوي مع الستات، خصوصا في تجربة الجواز، وده بعد ما انفصل عن زوجته بعد 3 سنين من الارتباط. وساعتها قال إنه كان متجوز لفترة 3 سنين، ولكن تم الانفصال، وانه اتعلم ان الانسان ممكن يبقى احسن، وكمان ممكن يتغير بعد كده، وممكن يبقى وحش، وانه ما كانش في احسن حال خلال جوازه خالص. احمد حاتم بيحب الستات قوي، وده باين في رايه فيهم، فكان قال قبل كده ان الحب هو محرك الحياه، وانه من غير الست الراجل مش هيعمل 80% او ممكن 100% من اللي بيعمله، وانه بيشوف كمان ان الست هي السبب في كل حاجه في حياه الراجل. وفي النهايه بقى بنتمنى التوفيق للفنان أحمد حاتم الفترة اللي جاية.